ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهاردة الصوبيا من غير بودر، يعني مش هنشتري بودر من بره، احنا نعملها من اولها لاخرها ان شاء الله. بس شكلها جميل ازاي، وعايزة اقول لكم طعمها تحفة، حلوة قوي قوي قوي. يلا بقى اعملوا لايك ومتابعوا القناه وفعلوا الجرس وما شير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. هنجيب بقى معانا بقى كده كسرونه، نحط فيها نص كيلو من اللبن. النص كيلو ده هيعمل قد ايه؟ هيعمل شفشق. هنسيبه يغلي كويس جدا، اهم حاجه يغلي كويس قوي، انا عايزاه يبقى سخن جدا. وهنجهز بقى معانا ايه؟ كوبايه من جوز الهند. هنمسكها اللي هي جوز الهند دي، اهم حاجه نوع جوز الهند الحلو هو اللي بيفرق في طعم الصوبيا. ومعانا بقى كده طبق غويط، انا بس عشان التصوير حطيته لكم في طبق. ونصب بقى عليها اللبن السخن اللي هو مولع ده. وزي ما بقول لكم لو من غير التصوير، انت بقى ايه؟ كوبايه جوز الهند بعد ما اللبن يغلي روح حاطينه ايه على اللبن على طول. طب احنا عملت ليه الخطوه دي؟ جوز الهند هتطرى وتنزل الزيوت اللي فيها، وده مهم جدا 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 عشان يديك نتيجه كويسه. زي ما قلت جوز الهند الحلو نوع كويس هو اللي بيخلي الصوبيا معاكي حكايه، فعلا بجد حكايه. مش انتي اصلا من جمالها مش هتعملي مشروب غيره بجد يعني. سيبيها لمدة نص ساعة، اللبن هيكون هادي وهي هتكون نزلت الزيوت اللي فيها وتغطيها اهم حاجة. وبعد كده بقى ناخدها وننزلها على طول في الخلاط، اللبن بالجوز الهند كده زي ما انتوا شايفين. ناخدها بقى نديها ضربة كده في الخلاط كويس جدا. وبعد ما بقى نضربها كويس قوي قوي قوي، طبعا عشان خاطر بردك هي هتطرى وهتنعم بردك شوية. بصوا ما شاء الله عامله رغاوي حلوه ازاي من غير لسه ما حطيناش اي حاجه خالص. بس ده الحاجه ده الخام، يعني ده اللي هو الاساس. هنحط بقى احنا عليها ايه؟ هنحط بقى كيس لبن بودره او معلقتين كبار من لبن بودره. وهنحط انا بقول لك ده او ده، ربما يكون انت عندك مثلا معبيه في البرطمانات فبقول لك على كده. وده 3 معالق من الكريم شانتيه. جيبي كيس واعمليه على مرتين. ومعانا بقى كده ده اهم حاجه بقى في الصوبيا. بصوا هيوديها في حته تانية خالص، نص علبه القشطه او معلقتين كبار من القشطه. وهنحط بقى قد ايه على الكميه دي؟ نص كوبايه سكر. انا مدياكي المعايير بالظبط، بصي سكرها هتبقى حلو، مش سكرها شديد. وهنحط بقى فانيليا او ربع معلقه فانيليا. هنضرب كل ده كده مع بعضه كويس بقى قوي عشان مفيش اي حاجه فيها تكتلات، وكل حاجه بقى تندمج مع بعض. جربيها وادعيلي، والله بجد من جمالها محدش هيصدق اصلا انت عاملاها في البيت. بصوا ما شاء الله عامله رغاوي جميله ازاي، وريحتها وانت بتعمليها انت هتشم ريحه الصوبيا اصلا من اول ما تحطي جوز الهند. بصوا ما شاء الله جميله ازاي. طبعا بقى بعد ما حطيت انا السكر كملت بقى بقيت الشفشق ميه، وسبت بس فيه مساحه بتاع حوالي ربع كده من في الاخر عشان هو هيزيد. هنمسك بقى بعد ما ضربناها كده نمسكها بقى نصفيها كويس قوي قوي بقى عشان جوز الهند برضك هيبقى فيه منها، مش هتطحن خالص. بص هيبقى فيه منها جوز الهند زي ما انتوا شايفينها كده. ندخلها بقى الفريزر عشان تسقع كده وتبقى جميله. بصوا بقى جوز الهند اللي فاضت دي انا هعمل فيها ايه؟ هحطها في كيس وبعمل بيها تاني. حطيها في كيس وشيلها في الفريزر وتعملي بيها تاني، مش هنرمي حاجه. زي ما قلت لك هتشيليها في الفريزر وتحطيها في كيس، ولما تيجي تعملي تطلعيها وتحطي بس عليها شويه من اللي هم شويه جداد حوالي معلقتين يدوا النكهه احسن يعني، واستعمليها تاني. بس شكلها جميل ازاي، جميله قوي قوي فوق ما تتخيلوا. بصي انت هتشربي كده، هتشربي كوبايه هتبقى عايزه تشربي كوبايه واتنين وتلاته من جمالها. وزي ما قلت لكم ده سكرها خفيف معقول، يعني مش مسكره، تحفه جدا.